أحداث، أخبار، ثقافة، برامج وندوات. كل ما يتعلق بالسياسة، كل ما هو جديد ستجده معنا. جريدة بريس جاءت للكشف على الواقع وما الذي يخفيه، فابقى معنا. جريدة بريس، الحدث الأول. وتنفيذ توصيات جدول الأمان القرن 21. وتقرر أن يكون موضوع الاحتفاء بهذا اليوم تسريع التغيير لحل أزمة المياه والصرف الصحي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي من خلاله يرتقب أن يحصل الجميع على المياه وخدمات الصرف الصحي بحلول سنة 2030. وكنا مؤخرا في الأمم المتحدة لكي نعرف مدى تقدم في إنجاز هذا الهدف الأساسي الذي انخرطت فيه كل دول العالم. حضرات السيدات والسادة، سعيد حيان، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للماء، كيجي هذا اللقاء تتويج الفائزين والفائزات في مسابقة اللي أطرتها مجموعة من المتدخلين بيناتهم المديرية، وكالة الحوض المائي أبي رقراق، جماعة سلا، جمعية اليد في العجين، واللي تروم تحسيس الناشئة عبر المدرسة وعبر الأسرة لأهمية ترشيد الماء. وهو أيضا كيجي في إطار تنزيل مشاريع القانون الإطار، خاصة المشروع العاشر تأمين الحياة المدرسية وتنشيط الحياة المدرسية، في إطار أيضا تنزيل مفهوم المدرسة المنفتحة اللي كانت عندنا شراكة مع جماعة سلا. هي مجهودات مجموعة من الفعاليات المجتمع المدني، القطاعات الحكومية، من أجل تحسيس حول ضرورة تحسين وترشيد الماء. شكرا لكم على التغطية. قطاعات باب المريسة تنظم بتنسيق مع المديرية الإقليمية للتربية والتعليم، وكذلك مع جمعية اليد في العجين، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للماء، وكذلك بدعم من الحوض المائي. هذا اللقاء الذي سيترأسه وزير التجهيز والماء هو برنامج سنوي يخص تلاميذ مجموعة من المؤسسات التعليمية بتراب المقاطعة. الغاية من هذا البرنامج هو إشراك الأسر بمعية المدرسة في عملية الحفاظ على الماء، من خلال برامج توعوية، من خلال أنشطة مسرحية، ومن خلال أشرطة وثائقية. إذن هذه العمليات كلها كانت عبارة عن إنتاجات تلاميذية تمت يعني مسابقة بين المؤسسات التعليمية، واليوم غنعلنوا الفائزين الأوائل في كل مشروع من المشاريع، بالإضافة للمشروع اللي هو مشروع كبير متكامل ديال المحافظة على الماء عن طريق التلاميذ والأسر ديالهم، من خلال الفاتورة ديال الماء التي ستقدم. وبالتالي غنشوفوا كل أسرة شكون هو التلميذ والأسرة ديالو اللي حاولت في ظرف هذه 6 أشهر تقتصد على الماء بواحد الشكل تدريجي، إضافة إلى تعميم تجربة اللي بديناها في مدرسة أحمد الجريري ديال استعمال المياه المستعملة في عملية ديال السقي داخل المؤسسة. وبالتالي هذا مشروع اللي غيتعمم على تراب المقاطعة وبالتالي على تراب الجامعة. الغاية منه هو أن تكون عملية التحسيس والحفاظ على الماء تنطلق من المدرسة إلى الأسرة. السلام عليكم. عبد الواحد حبيبي، رئيس الجمعية المغربية لليد في العجين. نحن اليوم سعداء جدا، أولا نحتفل باليوم العالمي للماء من خلال هذا الحفل التربوي اللي كان حفل اللي هو طبيعة الحال من إنجاز تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية الذين ينتمون لمقاطعة باب المريسة. وكذلك نحن سعداء كذلك بالحضور ديال السيد الوزير، وزير التجهيز والماء، في شخص السيد محترم نزار بركة الذي شرفنا وترأس هذا الحفل. وبالتالي أننا كمجتمع مدني، كقطاعات وصية، كمجالس منتخبة، نحن ننفذ ونلتزم بالتوجيهات الملكية السامية لترشيد استعمال الماء. أكيد أن الماء هو موضوع آني، وموضوع اللي عنده اهتمام عالمي، وبالتالي احنا ننخرط كشركاء، لا كجمعيه مغربيه في العجين ولا كمجلس مقاطعه المريسه، ولا كذلك المديريه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، وكذلك وكاله الحوض المائي
لعبر الخرقشاويه نلتزم كشركاء لتنفيذ هذه الاستراتيجيه الوطنيه والتدابير والاجراءات الحكوميه لترشيد استعمال الماء والحفاظ عليه. هذا حفل متميز وبرنامج نوعي اللي هو طبيعه الحال اشتغلنا عليه من خلال اول لقاء دراسي من بتقاعد برنامج اللي هو برنامج استثنائي على المستوى الوطني، برنامج اللي اطلق عليه اسم الذهب الازرق ببيتي ومدرستي. الهدف من هذا البرنامج اللي هو تحسيسي توعوي، وكذلك الهدف منه اننا نوصلوا للسكينه ونوصلوا كذلك المسألة التعليميه. والهدف المحور ديال هذا البرنامج هو التلميذ، باعتبار التلميذ هو شريك اساسي في بناء المشروع، وبالتالي قدرنا اننا ندمجوا ما بين المدرسه وما بين الاسره من خلال التلميذ باش اننا نخلقوا برامج ومشاريع اللي كتهدف لترشيد استعمال الماء اللي هي مندمجه ما بين المدرسه وما بين الاسره، وبالتالي كنقدروا نحققوا واحد الازدواجيه ديال الاشتغال وكنخلقوا واحد الرابط ما بين المؤسسه والمدرسه اللي هو التلميذ. وكنتمنى اننا نكونوا حققنا الاهداف المنشوده بطبيعه الحال التوجيهات الملكيه الساميه من خلال الولايات التشريعيه لهذه السنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حضورنا مع السيد نزار بركة وزير الماء هذا اللقاء اللي هو لقاء جد مهم اللي حول ترشيد المياه والمشاركة مع مؤسسات تعليمية، وكان واحد العرض قيم من مجموعة من المؤسسات التعليمية، وكان أيضا مجموعة من الجوائز لمجموعة من الفائزين في المدارس حول ترشيد المياه. وإحنا أيضا دورنا كمجتمع مدني وكساكنة وكسكان وكل شيء يجب علينا أن نحافظ على الماء. وهناك واحد الطريقة اللي هي جد مهمة مؤخرا، واحد الجمعية دارت واحد الترشيد ديال المياه جد مهم، هو أنها الماء اللي كيغسلوا فيه يديهم الدراري في الوليدات في المدارس داروا له واحد السقاية وهو ولاو كيسقوا به النباتات. ونقولوا بأننا خصنا نحافظوا على الماء. في الخطاب الملكي الأخير اللي جاء حول ترشيد المياه خصنا كامل نحافظوا على الماء لأنه ماء الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما تنسوش تابوناو معنا وديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلك كل جديد. مع جريدة سبيس الحدث يوصلك في الحين.